هتندم لو ضيعت وقتك في حاجات فاضية. وقتك غالي عليك، وقتك مش رخيص، وقتك لازم انت اللي تستغله وانت اللي تتحكم فيه، مش واحد تاني هو اللي يتحكم لك في وقتك. انت اللي لازم تنظم وقتك وتقول مثلا الشغل ده يناسبني ولا ما يناسبنيش، الشغل ده بديله مجهود ووقت وبيديني مرتب كويس ولا لا. يعني مثلا انت اشتغلت في مكان بتديله وقت وبتديله مجهود وبعد كده بيديك مرتب تعبان، لما تكبر في السن هتندم انك انت كنت بتضيع وقتك ومجهودك في مكان انت ما خدتش من وراه اي نتيجة ايجابية. بس لكن لو العكس، بتشتغل في مكان بيديلك مرتب كويس بس انت في نفس الوقت بتديله مجهود ووقت، بعد كده المكان ده مثلا انت فتحت من وراه مصلحة ليك، فانت هتشكر نفسك وهتشكر المكان ده وهتشكر صحتك كمان انك انت كنت بتستهلكها في مكان استفدت من وراه. مش مكان واحد بس، ممكن مثلا كذا مكان، بس المهم انت مثلا بتدي وقتك ومجهودك لاماكن انت بتستفاد من وراها ماديا ونفسيا بقى. يعني مش اللي هو انت مثلا بتروح تهلك نفسيتك ووقتك ومجهودك في حاجات تافهه. انت فاهم غلط، مفيش حاجه اسمها انا راجل واشتغل وبتاع، ما كلها رجاله، كلها على جنب رجاله، بس في راجل ذكي بيدي مجهود ووقت لاماكن بيستفاد من وراها، وفي راجل دماغه متقفله بيروح بقى بيدخل بغشوميه في الاماكن يشتغل يدي مجهود على الفاضي. فانت لازم يعني تعرف ان وقتك ده غالي عليك، وقتك ده مش رخيص زي ما قلنا. بس في حاجه تانية، مثلا انت بتروح بتضيع وقتك في خروجات، بتضيع وقتك انك بتروح تلعب بلاي ستيشن، تروح تتفسح، تروح تعمل دي حاجات ماشي رفاهيات حلوه، لكن ما تخليش كل وقتك رايح على الرفاهيات والحاجات دي. لا، تستفاد بيه انك انت مثلا تتعلم مهاره جديده، تعمل قناه على اليوتيوب وتفيد بها الناس، تتعلم لغه مفيده يعني برضو تشغل بها وقتك. يعني وقتك ده مثلا مش هبان منصوره كده انت عايش كده بتضيع وقتك عمال على بطال على اي حاجه وخلاص، وهتسال نفسك عليها برضو وقتك ده لما تكبر في السن. بس يعني انا برضو ما عنديش كلام تاني اقوله لان انا اساسا مش مظبط السكريبت، انا كلمتين كانوا محشورين في زورة برضو قلت اقولهم قدام الكاميرا على طول، ان وقتك غالي، وقتك اغلى مما تملك، وقتك انت اللي تنظمه بنفسك، مفيش بني ادم يجي ينظم لك وقتك، انت بس اللي تنظم وقتك بنفسك. يعني وقتك ده حد من الحدود ما ينفعش حد يتعداه. انت ما بتروحش مثلا تقول لواحد انا جاي اتعدى حدودك وانا اللي هنظم لك وقتك وانا اللي اظبط لك حالك، ده كذلك الامر، ما ينفعش حد يتعدى حدوده معاك وما ينفعش حد ينظم لك وقتك. بس كده خلص الفيديو بتاعنا، وما تنسوش تكتبوا الآراء بتاعتكم في الكومنتات، واشوفكم فيديو جديد. سلام.